في حتة على أطراف الجيزة اسمها كرداسة، الناس فيها قرروا يحافظوا على شكل مصر ولبسها وهويتها، ورفضوا يبيعوا تراثهم للموضة السريعة. عايز تعرف فين وليه المكان ده كنز مش ناس كتير تعرفه؟ تعالى وأنا هحكي لك الحكاية من أولها. في شارع في مصر بيحارب بالنول والخيط، وحكاية مش أي حد يعرفها. على أطراف الجيزة وتحديداً قبل ما توصل للأهرامات بشوية هتلاقي مكان كأنه طالع من كتاب قديم، مش شارع عادي ولا مجرد سوق، ده أشبه بمتحف مفتوح بس متغطي بعبايات وجلاليب وأقمشة ألوانها تسر العين. المكان ده اسمه كرداسة، بيقولوا عليها قلعة الجلاليب. اللي يمشي هناك مش بس بيشتري هدوم، ده بيشوف تاريخ، بيلمسه وبيسمعوا في حكايات على لسان ستات ورجالة فضلوا ماسكين في حرفة كانت ممكن تضيع، بس هم قرروا ينقذوها حتى لو الدنيا كلها ماشية في اتجاه تاني. من أول خطوة في الشارع هتحس إن الزمن رجع بيك لورا، واجهات المحلات متزينة بجلاليب مطرزة، عبايات متعلقة في الهوا كأنها لوحات فنية، وفي الخلفية صوت الخياطة وريحة البخور ونظرات ستات بتطرز في صمت. بس كل غرزة فيهم ليها حكاية ورواية. اللبس هنا مش معمول بسرعة، مش طالع من مكنة بتطلع 10 في الدقيقة، لا ده لبس معمول بإيدين، بإحساس، بحد بيقعد بالأيام وبالشهور بيطرز، بيخيط، بيرسم على القماش كأنه بيكتب رواية. كل رسمة، كل لون، كل نقشة ليها معنى. نقشة العروسة والحصان وإيدك في إيد أخوك وفتافيت السكر، دي مش مجرد زينة، دي رموز اتنقلت من جيل لجيل من غير ما تتكتب. بس الغريب إن كتير مننا ما عداش من هناك ولا يعرف إن المكان ده لسه بيقاوم ولسه بيقول إحنا لينا شكل ولينا هوية مش هنسيبها تضيع. الزمان مختلف. كرداسة زمان كانت قبلة السواح، المكان اللي الأجانب بيدوروا فيه على الجلابية الفلاحي أو العباية السيناوي المطرزة أو أقمشة التولي اللي جاية مخصوص من أخميم في سوهاج. الصنايعية هناك كانوا نجوم، وكل قطعة كانت بتتباع بقيمتها الحقيقية، بقيمة التعب والجهد والحب اللي فيها. دلوقتي الوضع اتغير، ناس كتير بدأت تستخدم شرايط جاهزة شكلها زي التطريز اليدوي بس ما فيهاش روح. السوق بقى فيه المستورد والصيني، وكل حاجة طالعة بسرعة وبترجع أسرع. الستات كمان كانت بتقعد تطرز في قطعة شهر وشهرين، النهاردة العائد مش بيكفي حتى تمن الخيوط، واللي بيتعلم الصنعة بيقل يوم عن يوم. بس رغم كل ده لسه في ناس واقفين، لسه بيدافعوا مش بس عن شغلهم، لا عن هوية كاملة، عن شكل مصري أصيل بيقول أنا هنا ومش هتغير. الجميل بقى إن اللبس نفسه بدأ يتطور من غير ما يفقد روحه. الجلابية بقت بتتلبس بشكل شيك، العباية بقت جزء من الموضة، القفطان المغربي اتحط عليه لمسة مصرية، والموديلات القديمة بقت تتفصل بطرق جديدة تناسب العصر بس لسه بتحكي نفس الحكاية. الجيل الجديد بدأ يرجع تاني يبص، يتفرج ويسأل دي معمولة ازاي؟ يعني ايه غرزة كنفا؟ النقوش دي بتدل على ايه؟ وهنا تبدأ رحلة الوعي إن اللبس مش بس حتة قماش، دي مراية لثقافة كاملة وتراث مش لازم نسيبه يضيع حتى في وسط الغزو الاستهلاكي والموضة السريعة. كرداسة بتقول احنا لسه هنا بنحارب بالإبرة والخيط. السياح رجعوا تاني يزوروا المكان، والمصريين بقوا بيروحوا يشتروا جلابية للمناسبات أو عباية الفرح أو هدية معمولة بإيد ست مصرية قلبها فيها. وبقى في ناس بتحاول توثق وتصور وتكتب عن الحكايات دي علشان تفضل عايشة. اللي بيحصل في كرداسة مش مجرد صناعة بتقاوم، دي مواجهة كاملة ضد النسيان، ضد التشابه، ضد إننا نبقى زي أي حد تاني. كل غرزة بتطرز هناك، كل خيط بيتسحب من البقرة بيقول جملة واحدة: أنا مصري ولبسي ليه حكاية مش هتنتهي.